بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبابي في الله، أينما كنتم سلام الله عليكم ومرحبا بكم. إن ما نراه من تغيرات مناخية وتقلبات جوية قاسية ومفزعة لم تكن مفاجأة لنا كباحثين في علامات الساعة، بحيث كنا نتوقعها ونترقبها، خاصة بعد حدوث الكسوف والخسوف في شهر رمضان، وقلنا بأنها من علامات الساعة، وأن بعدها سنرى تغيرات كونية وانقلاب في الموازين وتقلبات طقسية خطرة مصحوبة بفيضانات قاتلة ومدمرة في معظم الأحيان. ولقد تتبعتم كلكم ما جرى في جزيرة العرب من فيضانات وبراكين وزلازل وأعاصير هنا وهناك، وأنها تتسارع وتتكاثف في مناطق عدة في العالم. لا أحد في العالم بمنأى ومأمن عن ما يحدث. دون إطالة، أرسل لي أحد الأصدقاء رؤيا قبل رمضان، قال لي: كنت نائما نوم هادئ، وفجأة شعرت بزلزال في المنام، ورأيت رجل يقفز من بلكونة الطابق الأول إلى سطح الأرض، وسقطت البلكونة من خلفه، وهو بين السماء والأرض يدعو الله ويقول: الله يعوضنا، الله يعوضنا. ولما استيقظت جاء في روعي أنه المهدي. الرؤيا على ظاهرها أحبابي تبين كما قلنا لا أحد بمنأى عن ما يحدث في العالم من تقلبات وفيضانات وزلازل. حتى المهدي شخصيا سيناله ما ناله الناس. الرؤيا الثانية: شاب يستهزئ بالمهدي، يقول الرأي في غفوة: رأيت شاب متهور يستهزئ بالمهدي، يقول له: إذن أنت هو المهدي، كيف أنت المهدي؟ أرنا معجزاتك. وإن كان لديك معجزات. فغضب منه المهدي فأخذه بقوة وجره على الأرض ونكل به ومشى وتركه ساقطا على الأرض. هذه الرؤية كذلك على ظاهرها تبين أن المهدي ليس بالهادئ والذي يصبر على الإهانة والسخرية كما كان رسولنا الكريم، بل شديد غضب وضيق الصدر كما موسى عليه السلام. عفوا. وفي رؤيا أخرى جديدة: المهدي وطريقته المثلى. رأيت المهدي في عمله، أمامه دفاتير، فجاء زميل له فأخذ الدفاتير، قال له المهدي: اتركها، سأنهي عملي بطريقة المثلى. ثم طلب من زميلة له أن تدرجه ضمن محورها في العمل، ثم بدأ يكلمها باللغة العربية الفصحى. فلما أرادت أن ترد عليه باللغة العربية تلعثمت وثقل لسانها، فقال لها: تكلمي براحتك وبالأسلوب المتعود عليه. ثم أخذ يشرح لها أمور تقنية باللغة الفرنسية، وانتهت الرؤيا. في هذه الرؤيا كذلك أحبابي تبين أن المهدي يتقن عدة لغات: لغة الحوار باللغة العربية الفصحى، ولغة تقنية وهي الفرنسية، والله أعلم. في انتظار رؤى جديدة حول أوضاع المهدي وأحواله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.